قصص رواد أعمال كتير بتأكد إنك بإيدك تقدر تغير الواقع اللي بتعيشه مهما كان صعب. شوية تركيز وإصرار وتوصل لفكرة ممكن تكون هي السبب في تغيير ظروفك. تخيل إن في واحد كان مليون ب50,000 دولار وحاليا بيدير مشروع بيربح $1,000,000 في السنة. هو ده اللي هتعرف تفاصيله في حكاية البيزنس دي. بات وولز رائد أعمال أمريكي قبل 2017 كان حاجة وبعدها حاجة تانية تماما. قبلها كان موظف في شركة وما كانش حابب شغله فيها، وكان بيشتغل 80 ساعة في الأسبوع وشايف إن اللي بيعمله ملوش أي معنى، وكان بيترجى رئيسه في الشغل عشان بس يمشي في يوم بدري. ده كله بجانب إن الوظيفة دي ما كانتش هتساعده إنه يسدد الديون اللي عليه واللي وصلت ل50,000 دولار. عشان كده قرر إنه يعمل وقفة مع نفسه ويبدأ يعمل مشروع جانبي بجانب وظيفته. وبعد تفكير لقى إن ريادة الأعمال هي المهنة الوحيدة اللي ملهاش حدود وفيها تحديات وإمكانيات ملهاش سقف. بدأ يفكر إيه اللي ممكن يعمله كمشروع جانبي، فكان بيخلص شغله ويروح يقعد في كافيه يفكر فيه لمدة ساعتين. الروتين ده استمر عليه لمدة سنة لحد ما قدر يوصل لفكرة المشروع اللي هيحقق له كل أحلامه. بات وولز لاحظ إن في نقص في المواقع أو المصادر اللي بتجمع قصص حقيقية من رواد الأعمال. عشان كده توصل لفكرة عمل موقع بيتيح للمؤسسين مشاركة تجاربهم مع تفاصيل مالية كاملة. وأسس بات وولز موقع ستارتر ستوري، وهو عبارة عن دراسات حالة للشركات الصغيرة وبينشر قصص مؤسسين بنوا شركات بتحقق إيرادات بالملايين. جمهور المستهدف هو مؤسسين الشركات الناشئة اللي عايزين يبدأوا أعمالهم أو ينموها، فبيختاروا دراسة الحالة الموجودة على الموقع ويدفعوا اشتراك عشان يتعرفوا على الدراسة دي ويتعلموا منها. الموقع بيساعد رواد الأعمال الطموحين بمشاركة قصص واقعية عن كيفية انطلاق أعمالهم، وبيقدم رؤى عملية وواقعية وإلهام لأي حد عايز يأسس مشروع. وطبعا وولز واجه تحديات كبيرة خصوصا في التسويق، وبدأ يستفيد من المدونات والمنصات المختلفة بجانب تحسين محركات البحث لحد ما قدر يزود عدد الزيارات في الموقع. الموقع بدأ أول سنة يحقق له دخل شهري 3000 دولار، وقدر يسدد 30,000 دولار من ديونه. وهنا قرر إنه يسيب وظيفته ويتفرغ تماما لمشروعه. وحاليا الموقع ده بيحقق دخل بيوصل ل1,000,000 دولار سنويا وأكتر من 1,500,000 زائر شهريا. بات وولز بيقول إنه تعرض لإخفاقات كتير وفهم من مشواره إن الجزء الصعب في بناء أي مشروع جانبي هو عدم الاستسلام، وأفضل طريقة لعدم الاستسلام هي العمل بأقصى جهد عندك. فما تخافش وابدأ واسعى وما تستسلمش. لو بات وولز كان خاف واستسلم كان زمانه لسه الموظف اللي بيشتغل في حاجة مش بيحبها أو اللي مش قادر يسدد ديونه. القرار في إيدك، هتكون مجرد متفرج ولا واحد من اللي بيصنعوا المستقبل. لو عندك الشغف والجرأة دي فرصتك، ابتكر وخليك مختلف وسيب بصمتك. لو قصة ألهمتك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لأن اللي جاي أقوى.